تسمح لي أعطيكم نظرة موجزة حول المعاهد الموسيقية بالدار البيضاء. الدار البيضاء اليوم تتوفر على 16 معهد في مختلف المقاطعات. عدد المسجلين للموسم الدراسي 22-23 وصلنا 4900 طالب في مختلف المعاهد. المواد عندنا جميع المواد الكلاسيكية المدروسة والتي تدرس بمعاهد عالمية. عندنا الأساتذة تقريبا 99% من جنسية مغربية، وعندنا أجانب. عندنا جميع المواد اللي كلهم تتوفر فيهم شروط الأستاذية. التظاهرة ديال المهرجان ديال آلة العود لأول مرة كاينة شراكة ما بين جمعية الفن الرابع والمعهد الموسيقي أو المعاهد الموسيقية للدار البيضاء. والهدف منها هو أولا فتح المجال للشباب اللي تيعمل هذه الآلة لإبراز المجهودات ديالهم والتكوين ديالهم والنشاط ديالهم والحب ديالهم لهذه الآلة. ثانيا كاين واحد التعاون ملموس فيما يخص الأنشطة الثقافية ديال هذا المهرجان، حيث المعهد شارك غادي يشارك بواحد المجموعة ديال الذوق السيمفوني ديال الدار البيضاء اللي تيتكون تقريبا من 100 موسيقي. هذا الذوق هذا تكون في ظرف واحد 4 سنين اللي خدا الاسم ديال الذوق السيمفوني لمدينة الدار البيضاء. وغادي نقدموا السهرة يوم السبت ان شاء الله في المقر ديال جهة الدار البيضاء السطات بمشاركة جمعية الفن الرابع. وشكرا. بالنسبة للولوج للمعهد، واش بالنسبة للسن وطريقة الولوج الشروط؟ استسمح لي أعطيكم نظرة. أولا تنشجع جميع الآباء والأمهات باش يجيبوا وليداتهم للمعاهد. راه المجال مفتوح. واجبات تسجيل، واجبات رمزية، أقل من رمزية. تحديد السن ما عندناش تحديد السن، عندنا أقسام ديال الأطفال، ديال الشباب، وديال الشيوخ، حيث عندنا طلبة اللي وصل السن ديالهم 72 سنة. والهدف منها هو فتح المجال لجميع الفئات العمرية. ورود في دورته الرابعة والذي فتح يوم الاثنين 19 دجنبر 2022. يوم الاثنين كان حفل الافتتاح، وكان فيه حفل تكريم الأستاذ الموسيقار عبد الوهاب الكوكالي بالمدرسة العليا للفنون الجميلة. ثم توالت الأيام المهرجان يوم الثلاثاء والأربعاء بمحاضرات وندوات حول موضوع الموسيقى بصفة عامة والعود بصفة خاصة، وكذلك دروس الماستر كلاس التي احتضنتها معاهد الدار البيضاء، وخصوصا المعهد الموسيقي بشارع باريس. دروس الماستر كلاس كانت مؤطرة من أساتذة أجلاء، وكان جد متميزة، وكان الحضور كثيف جدا. اليوم نتجه هنا بالمركب الثقافي عبد الله قنون في السهرة الموسيقية الأولى. السهرة الموسيقية الأولى اللي كتعرف مشاركات عدد كبير من العازفين المغاربة وبعض العازفين الأجانب، واللي كتضم مجموعات موسيقية وكذلك عزف فردي، واللي غتنطلق بعد حين. أذكر بأن المهرجان يستمر يوم غد الجمعة بمسرح محمد السادس بالصخور السوداء، والحفل الختامي سيكون يوم السبت إن شاء الله مع الساعة 7 بمقر جهة الدار البيضاء السطات بالحبوس. وغيكون حفل متميز بحيث غادي تشارك فيه الفرقة الفيلارمونية ديال المسرح ديال المعهد الموسيقي بالدار البيضاء برئاسة الأستاذ عبد اللطيف بن وحود. نعم. الأهداف ديال هذه الجمعيات؟ الأهداف ديال جمعية الفن الرابع اللي هي الجهة المنظمة ديال المهرجان، اللي هو الآن في النسخة الرابعة ديالو، اللي كتاخذ كشعار دورة طلبة المعاهد الموسيقية الدولية. الأهداف ديالها هي نشر الثقافة الموسيقى الراقية، الموسيقى الهادفة، تنمية الذوق، الرفع من مستوى الذوق الموسيقي، اللقاء ما بين الشرائح المهتمة بالفن بصفة عامة من صناع آلة العود، كيف ما لاحظتي هنا بالقرب منا كاينة ورشة ديال صناعة العود، من مفكرين، من
طلبة من عازفين، وكيكون تبادل الآراء ما بينهم الشيء اللي كيعود به النفع على الثقافة بصفة عامة وعلى الموسيقى والعود، آلة العود بصفة خاصة. بالنسبه للجمعيه واش عندها شراكه بالنسبه للدعم وداك الشيء ولا عارف؟ الجمعية وإلى حدود اللحظة كتعتمد على مبدأ التطوع، مبدأ البينيفولا. نحن في الدورة الرابعة ونعتمد على علاقاتنا مع الأصدقاء العازفين. أذكر بأنه العازفين ديال هذه السهرة اليوم كلهم متطوعون، وهنا أشيد بأنها نحن اليوم في هذا الشهر المبارك، هذا شهر دجنبر هو يعرف اليوم العالمي للتطوع، وإحنا احتفلنا في إطار الاحتفال بهذا اليوم للتطوع. أذكر بأن أشكر جميع العازفين وجميع المشاركين من صناع من طلبة من عازفين، كلهم سون دي بينيفول، سون متطوعين، ونعتمد على إمكانياتنا الذاتية وعلى تضحياتنا، ولكن نحن سعداء جدا لأننا ملي كنشوفوا الأجواء الجميلة وأجواء الفرح والسرور اللي كندخلوا على الناس اللي كيحضروا، تكونوا حتى حنا ايضا جد سعداء، وكنعتبروا باننا ما ضيعناش وقتنا في هذا العمل. ما درتوش شي محاوله مع وزاره الثقافه زعما باش راسلنا وزاره الثقافه من اجل شراكه، من اجل دعم لهذا المشروع الثقافي. للاسف لم نلقى الاهتمام المناسب الذي يليق بحجم هذا المهرجان. بل نقول نحن إذا لم تجد لصديقك عذرا فقل لعل له عذرا لا أعرفه. واش كتطلبوا منهم؟ أظن بأنه مشروع بحال هذا إذا كانت فيه بعض المساعدات، بعض الدعم، مما لا شك فيه سيرقى إلى مستوى أفضل وأفضل وأفضل، مما سيعود على بالنفع الكبير على الأجيال الحالية وعلى الأجيال القادمة. نحن لاحظنا منذ بداية النسخة الأولى لآلة العود عدد الطلبة المسجلين بالمعهد الموسيقي في آلة العود ارتفع إلى 3-4 مرات مما كان على في سابقه، وهذا لست أدري هل هو مجرد هو موضوع هل هي مسألة صدفة أم هي مسألة كانت عندها علاقة بالمهرجانات التي نظمناها وعرفنا فيها بآلة العود إلى آخره وشجعنا الناس على ممارسة العود. أظن بأنه عندما تعلم أحدا الموسيقى، عندما تعلم آلة عزف آلة، كن على يقين بأنك ستنقص من عدد الأمراض النفسية، من أعداد الانتحار، سوف تنقص أيضا من عدد السجناء، من عدد المنحرفين في الشوارع. كن على يقين من هذا أثبت في الدول المتقدمة، ولا حاجة لأننا نقوم نحن بدراسات لإثبات. حبيبة أبو أيوب ابنة مدينة تبراوت، فنانة تشكيلية، عضوة بجمعية الفن الرابع. مهرجان العود لمدينة الدار البيضاء في نسخته الرابعة هي فرصة لي باش نعرض اللوحات ديالي ونلتقى مع الأحباء ومع الفنانين بجو عائلي، جو كله محبة وتسامح وتشارك في جميع الأعمال الفنية. شنو الدور ديالك دابا انت؟ الحضور ديالك؟ الدور ديالي في الجمعية هي لورغانيزاسيون مع الإخوان، وعندي الجانب ديال الرسم. تنرسم لوحاتي كلها تقريبا الأوليات اللي كنت كندير مع الجمعية كلها كانت بالاسم عندها علاقة بالموسيقى، كما كتشاهدوا كاينة آلة العود، ثم كاينة حتى كتشاهد واحد المجموعة، ثم هناك مواضيع مختلفة. هذه بدء أن أشكر جمعية الفن الرابع التي كانت السبب في حضوري هذا المهرجان الرائع لكي يكرسوا لمبدأ أساسي ومهم، ألا وهو تخليد لآلة قديمة وعتيقة تغنى بها العرب، ألا وهي آلة العود. هذه الجمعية اليوم في دورتها الرابعة تحتفي بآلة العود. نظمت مهرجانا مدته أسبوع في مختلف المجالات التي لها علاقة بآلة العود، ونحن اليوم في هذا المركب الجميل، مركب عين الشق تابع لمقاطعة عين الشق، جئنا
لنستمتع بمجموعة من الأشخاص الذين يعزفون على العود. هذا العود الذي هو عبارة أصله خشب ولكنه يطرب الإنسان. وبصفتي كذلك طالب بالمعهد الموسيقي الكائن بشارع باريس، أتابع دراستي الموسيقية وكذلك أتابع دراستي بالنسبة لآلة العود. فهذه المناسبة فعلا مناسبة عظيمة لأنها ستقربنا لا محالة إلى آلة العود. قصد التعرف أولا على الأشخاص الذين يبرعون في آلة العود ويطربوننا بهذه الآلة الجميلة الرائعة التي امتدت منذ قرون، ليست بالبارحة أو اليوم. هذه الآلة يعرفها الإنسان العربي منذ زمن بعيد، وكذلك بعد أسناس كالترك. فنحن كعرب لنا ثقافتنا، وثقافتنا هذه تتجلى في الحفاظ على الآلة. أنا أشكر مرة ثانية جمعية الف الرابع التي ما زالت تحتفظ بهذه الآلة وتخلد ذكرها حتى يتسنى للجميع معرفة آلة العود. فلدي الشيء الكثير وحتى لا أطيل عليكم كنحاول نحيي جمعية الف الرابع على المجهودات الجبارة التي قامت بها خلال مدة ديال أسبوع لتعريف بآلة العود. وشكرا. في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.